الحقيقة إن الحكاية دي ما ينفعش تتقال، بس يعني أنا كنت طالب في الكلية، فنسق الشباب يمشي في الحالة دي، حلوة نسق دي. أنا يا سيدي كنت بكالوريوس، ولو سعادتك في كلية عملية أو تعرف حد في كلية عملية أو سمعت عن حد في كلية عملية، هتبقى عارف إن الكليات العملية بيمتحنوا شفوي وعملي وكله. الامتحان المرة دي كان في مادة اسمها قياسات ميتالورجي، وأنا في القياسات إيه؟ فظيع. المهم إني من صغري متعود إن أنام أحلم بالامتحانات، توفيق من ربنا. فليلة امتحان القياسات العملي حلمت بالتجربة اللي هتجيلي في الامتحان، خلاص أنا عرفت الامتحان بقى. يوم الامتحان بقى قعدنا كلنا نهزر ونضحك قدام باب المعمل، وأنا اللي كنت محتاج أعرفه رقم التجربة. عرفتها 5. أوكي، هخش آخد ورقة هلاقي فيها رقم 5. أوه ماي جاد، هو رقم 5 ده ورايا ورايا، وأخش بكتب الكلمتين اللي أنا حافظهم ونخلص من المادة وخلاص. فقعدت أهزر وأضحك، وكل ما حد يقول لي يا ابني ذاكر أضحك زيادة. واستنيت للآخر خالص، كل المجموعات دخلت كده بالحب وأنا فضلت مستني لآخر مجموعة. خليك فاكر، ضحك وهزار. أول ما دخلت حطيت إيدي في البول اللي هو بيبقى محطوط فيه الورق، طلعت رقم التجربة. طبعا أنت متوقع اللي حصل. ما هو لو رقم 5 اللي طلع ما كانش في حاجة تتحكي أصلا. طلع لي رقم 7. أنا وقفت متنح، يا نهار أسود، ده كانوا بيتحايلوا عليا أبقى أشوف رقم 7 دي. طب وبعدين؟ أنا هاشيل المادة كده. نص دقيقة، نص دقيقة شُفت فيها مصيري وأنا ساقط السنة دي، ومتأجّل لي الجيش، وكل زمايلي نجحوا وأنا اللي قاعد. تخيّل أنت! أهو. طلع لي واحد وقال لي: "يا جماعة أنا معايا رقم 5 وما أعرفش فيها حاجة." قُلت له: "هات وخُد رقم 7." رُحت طالع جري على رقم 5. المراقب كان واقف بعيد بس حاسس إن في حاجة مش مضبوطة. جالي جري وقعد يسأل وقعد يحوم حواليّا لحد ما خلّصت، بس اتعلمت درس. اتعلمت تاني إن لو جالي رقم 5 في الحلم أبقى أذاكر معاه رقم 7. حسّيت just in case، بس عشان لو في مشكلة والّا حاجة. على فكرة الحكاية دي حكيتها للطلبة عندي في الكلية اللي كنت بادرس فيها. بُكرة بقى أقول لكم الحكاية التانية اللي أنا حكيتها لهم.